في الحلقة القادمة من دروب المرجلة الجزء الثالث تتصاعد الأحداث بشكل خطير، خصوصا بعد التطورات التي حدثت في نهاية الحلقة 21، حيث انتهت الحلقة عندما قرر مساعد التوجه إلى المنتجع لتنفيذ خطته الخطيرة واغتيال سكرة. وقبل تنفيذ الجريمة يسمع مقناص حديث مساعد ويبلغ فزاع بأنه ينوي الذهاب إلى المنتجع لقتل سكرة. عندها يتحرك مقناص بسرعة ويتوجه إلى الشيخ برفقة شاهين ومهاوش ليخبرهم بما يخطط له مساعد حتى يتمكنوا من منعه قبل وقوع الكارثة. وفي هذه الأثناء يصل مساعد إلى المنتجع ويتسلل بحذر، وعندما نظر يمينا ويسارا لم يجد سوى عوض حارس البوابة، فيقوم بمباغتته من الخلف ويضربه على رأسه حتى يفقد وعيه، ثم يدخل إلى المنتجع محاولا الوصول إلى سكرة لتنفيذ جريمته. لكن المفاجأة تحدث عندما يصل مقناص والشيخ ومعهم شاهين ورشة إلى المنتجع بعد أن عرفوا بخطة مساعد، وهنا يتم الإمساك بمساعد متلبسا بمحاولة القتل قبل أن يتمكن من إيذاء سكرة. وفي لحظة حاسمة يفي مقناص بوعده لزوينة بأنه لن يعود إلى الديرة إلا بعد القضاء على مساعد، حيث يقوم بقتله قبل أن يتمكن من فعل أي شيء. الحلقة القادمة تبدو مليئة بالإثارة والتشويق، وستجمع أحداثها بين الديرة والمدينة مع تصاعد الصراع بين رجال فزاع وخصومهم، مما يمهد لمواجهات أكبر في الحلقات القادمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ودمتم في أمان الله، مع السلامة. الحلقة القادمة من دروب المرجلة 3 تبدو من أكثر الحلقات إثارة، لأن الأحداث تصل إلى لحظات حاسمة، مع محاولة مساعد اغتيال سكرة داخل المنتجع. اندفاع مساعد يدل على أنه لم يعد يخشى العواقب، لكنه يقع في الفخ عندما يصل مقناص ومعه الشيخ وشاهين بعد معرفتهم بخطته. يتم الإمساك به متلبسا قبل تنفيذ الجريمة، وهنا يفي مقناص بوعده لزوينة ويقضي عليه في هذه اللحظة. قد تغير مسار الأحداث، خاصة مع استمرار الصراع مع فزاع، مما يمهد لمواجهات أقوى في الحلقات القادمة.